احسن الافلام الاكشن اللي شفتها مؤخرا. بارت 3 في سلسله افلام نشوف ايه على شاهد. الفيلم اللي معانا النهارده هو فيلم اكشن كوميدي. الفيلم عن روايه يابانيه، مش هقول اسمها ولا اسم الكاتب طبعا عشان هقولهم غلط ويعني هيبقى شكله وحش جدا. الفيلم فيه شخصيات كتير متشابكه ومعقده، بيدور في عالم العصابات والقتله المأجورين. بيبدأ مع شخصيه ليدي باج اللي هو براد بيت، اللي بيتوكله مهمه ما بيتقالوا انها سهله، بتبقى على متن قطار، ان هو هيستلم شنطه ما ويوصلها لمكان ما، وبيقولوا ان هي مهمه سهله جدا، بس اللي بنكتشفه خلال الفيلم انها مش سهله خالص. الفيلم اللي بتكلم عليه هو فيلم بوليت ترين، لان القطر اللي هم بيكونوا عليه هو في اليابان اسمه بوليت ترين. حقيقه هتكون مستمتع جدا وانت بتفك تشابك العلاقات ده، تبدا تشوف بقى مين مع مين، مين ضد مين، مين بيعمل ايه، وده طبعا ضمن اكشن جميل جدا ولحظات كوميديه يعني بصراحه رائعه. حابه اقول انك لو بتحب الاكشن بتاع ديدبول هتتبسط جدا، لان مخرج الفيلم ده هو مخرج الجزء الثاني من فيلم ديدبول، يعني هتشوف اكشن جميل جدا. بس الفيلم تصنيفه ار ريتد، يعني فيه عنف ودم كتير بس مش بشكل مقرف، لان انا عموما بصراحه بقرف من الافلام اللي بيبقى فيها يعني دم زياده عن اللزوم، بس يعني هتلاقيه مقبول قوي ضمن الاكشن والكوميديا اللي بتحصل، فهيبقى الى حد ما مقبول، بس طبعا مفيش اطفال تتفرج عليه. لو عجبك الترشيح ده وناوي تشوف فيلم قولي في الكومنتس، ولو شفت الفيلم سواء عجبك او ما عجبكش قولي رايك برضو بس من غير حرق. سلام.